وقع مساء أمس الخميس الويلزي جون بنيامين تشوشاك عقد تدريبه الوداد الرياضي البيضاوي بعد نجاح المفاوضات التي دامت يومين مع عدد من مسؤولي الفريق الأحمر. وسبق لتشوشاك أن درب أندية ريال مدريد وديبورتيفو لا كولونيا وريال سوسيداد وسانتيتيان الفرنسي ومنتخب ويلز في الكثير من المناسبات. وسبق للمدرب الويلزي الفوز بلقب الليغا الإسبانية مرتين رفقة ريال وريال سوسيداد وكأس الملك. وفي معرض حديثه قال تشوشاك أنه يعرف فريق الوداد البيضاوي منذ عدة سنوات خلت لأنه كان دائما معجبا به وكان يتبع الكرة المغربية، وأنه لم يأتي لهذا الفريق من فراغ، وأن هدفه ليس المال بل حبا في هذا الفريق العتيد حتى يتبوأ الصدارة لا على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الإفريقي والدولي. كما قال المدرب أنه لمس الجدية والمسؤولية في الفريق المفاوض وعلى رأسهم النائب الأول للرئيس سعيد النصيري المرشح لخلافة عبد الإله أكرم على رأس المكتب المسير، والذي وقع معه العقد من جانب نادي الوداد البيضاوي ولم يشترط سوى النتائج أولا وأخيرا. Avec 200 camisetas de Liverpool. Oui. Para... Oui, la semaine prochaine, il y a quelqu'un de Liverpool qui vient chez lui avec 200 tenues para vender la tienda de Liverpool, pour signer, pour les vendre dans la loge de Liverpool. 200. 200. الله عليك الله يكمل بخير. اللهم امين. اوكي una foto. نصوروا معك. Bonne chance. On va prendre une photo.